بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ إن شاء الله بخير وبأحسن حال يا رب. وأنتوا تشوفون فيديو اليوم إن شاء الله يعجبكم، فيديو منوع كلش حلو، إن شاء الله تستمتعون بيه وياي. هنا حبيت أشارككم الخبز والجو الحلو. طبعا صادف خبزي العصر خبزت، وأخذت لكم لقطات من السماء والغيوم والطيور الطايرة، أجواء كلش حلوة ربيعية. هنا أكيد ما ننسى الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله عطلة سعيدة بنات لكم ولأولادكم، إن شاء الله استمتعتوا بالعطلة. سولفوا لي وين رحتوا، وين من إجاكم. كتبوا لي بالتعليقات اللي طلعت بالعطلة واللي قضتها يعني بالبيت مثل أني، شلون أني ما طلعنا بنات. المهم إن شاء الله عطلة سعيدة على الجميع يا رب. ولو هي شو ركض كل شي يعني ما شفنا ركض. مجرد نقعد الصبح نتريق، نسوي غدا، نقوم نسوي لنا كم شغلة، صار المغرب. يعني الجو هم حلو للصيام، الله يتقبل من عندكم إن شاء الله. اي والله. وهماتينا هذا شعبان، شهر كلش حلو بمناسبات أهل البيت. عساكم يا ربي الله يجعلكم من الموالين إن شاء الله. وركض تشوفون ما بقى شيء عن شهر رمضان إن شاء الله. يعني يخلص شعبان ويجينا شهر رمضان إحنا بصحة وعافية. وأهم شيء قلت لكم وكل مرة أقول لكم، راحة البال والعافية ماكو أحسن من عندها، هماتينا ما تتعوض. إن شاء الله يمر عليكم شهر شعبان ويبلغكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. وهنا كان غدانا سمك، وحبيت أشارككم مقتطفات. هنا شهودة نظفت السمك، كانت بيومها عندنا، وقالت لي يما لقطات خذيه لليوتيوب، فما صورته هواي. هنا كانت قاعدة بالطارمة، كان الجو بارد، قلت لها قعدي بالشمس. أحب تنظيف وقل السمك من إيد شهد بنات، ما تخلي ولا قطرة زيت بيه. يعني هي عند عيالها هماتين بيوم اللي غداهم سمك، هي تنظفه وتقلي هي. فأنا هنا قلت لها راح أحضر، وقالت خلي السمك يمي. هنا حضرت الغداء، وهذا غدانا بنات، سهمكم ألف عافية. وكان الصينية ثانية هماتين يمها جاي تقلي هي وأنا أحضر، سهمكم ألف عافية بنات. وهنا هماتين حبيت أشارككم تنظيف الميز التواليت بنات، كان هوسة. كنت تاركته يعني فترة، وقلت خلي أجي أرتبه وأشوف شنو اللي ما أريده أذبه واللي أريده أخليه. هنا مثل ما تشوفون قلبته قلاب حتى أعرف شنو اللي أريده وشنو اللي ما أريده. هنا راح أشيل كل شي من على الميز وأخليهن بالجرارة. هنا بنات اللقطة انعادت غلسوا، يعني غلسوا عادي المونتاج. وهنا صاير عندي برنامج بنات بالموبايل كلش مضوجني، يعني أقل ما أقعد أمنتج أطب على الواتساب، أطب على أي برنامج يطلع لي إعلانات. الإعلانات كلش ضوجتني بنات، يعني ما أعرف شو أسوي له الموبايل، ما أعرف. يعني جاي أمنتج هسه، وتقريبا أنا قاعدة ساعة بالمونتاج، كل شوية يعني أحكي صوت ويطلع لي الإعلان وأرجع أعيد. فهنا مثل ما قلت لكم رتبت الميز، أخذت الشغلات العطورات المرطبات وبس، باقي الشغلات ما أحتاج. تعرفون أنا يعني حزينة، يعني المكياج وغيره، فراح أخليه بهذا الصندوق وأخليه بالجرارة لأن ما أحتاجه. راح أصفي الميز لأن هوس الصراحة، وقلت لكم أخلي اللي أريده والما أريده أضمه. وهنا أحلى شيء من تعزلين المكان، يعني يبقى فترة محدودة مرتب وبعدين ينقلب، لأن الصراحة هو مو على إيدي، يعني مو بس أنا أستخدم الميز، اللي يريد يمشط، اللي يريد يخلي مرطب، اللي يريد يتعطر. فشغلاتنا كلها موجودة هنا على الميز. خليت بس مال المشاطة وهاي الشغلات اللي أنا أحتاجها. ما عليكم بصوت أبو السمك إذا تسمعون. هنا هسه بنات قاعدة يمهلي وأمنتج لكم، فقريبة هماتين على الطارمة. هنا حبيت أشارككم شاي كرك، أول مرة أسوي شاي كرك بنات، وحبيت أشارككم طريقتي. هنا طبعا الطرق هواي لشاي كرك. هنا أنا راح أخلي 3/4 الكوب شكر، ما حبيت أسوي الخلطة يعني حلوة زايد،
هسه أنا بنات حتى الشاي من أشربه ما أحب أشربه حلو، فهنا أنتوا تخلون إذا مثلا تردوه حلو تخلون نص كوب، أنا خليت أقل النص، أو خليت دارسين مثل ما تشوفون تقريبا خاشوقة واحدة اللي هي الملعقة، اللي ما يعرف شنو الخاشوقة، ملعقة واحدة من الدارسين. هو لازم أخلي يعني دارسين عود، بس أنا ما كان يعني متوفر عندي، خليت مطحون، أهم شي هي النكهة. وخليت تقريبا 10 حبات هيل. وهنا نص كوب من الشاي العادي اللي نهدره يوميا. هنا راح أطحنهن، يعني أسويهن مثل الباودر وأخليهن بعلبة. إذا تردون مثلا تسوون هاي الخلطة وتطحنوه وتنخلوه، تردون تخلوه بدون نخل تخلوه بعلبة، ومن تفوروا يعني تهدروا تصفوا بمشخلة بأي شيء انتو بكيفكم. أنا راح أخليه بعلبة وأستخدم من عنده يعني أصفيه. هسه خليت المواد كلها هنا عندي الطاحونة ما كفت، بعدين من ينطحن كل المواد أضيف الحليب البقى. ها؟ ليش حضرتك؟ هنا طحنته كله بنات، راح أخليه بهاي العلبة، هي أساسا هاي العلبة مال شاي كرك يعني جاهز، ففرغت عندي وراح أفرغ هذا اللي طحنته كله. أتمنى تجربون هاي الوصفة بنات، لأن أنا أول مرة جربتها، وهسه راح أسويها بنات. يعني أشرب من عده بس كلش طيب. تعرفون انتو يعني هذا التصوير بعد ما سويته وكملت ومنتجت، هنا أنا ما سويت بالقوري، تجربة بس إلي خليت بهاي الدلة. وبالبداية بنات نسيت أرحب بالمتابعين اللي دخلوا قناتي جدد. أهلا وسهلا بكم وين ما تكونون، كل الهلا. وأشكر كل من دخل قناتي وخلى لايك وعلق تعليق حلو، تعليق إيجابي، تعليق يعطي يعني دافع إنه أكمل بالقناة. مشكورين ورحم الله والديكم. أي يعني شخص يدخل القناة يكتب ولو حرف بحق الفيديو اللي أنا أنزله، يعني أشكركم جزيل الشكر. هنا مثل ما تشوفون فورت الشاي كرك وسويته بهذا الشكل وخليته بهذا الفنجان الجديد، شكله كلش حلو وطعمه كان الشاي كرك كلش طيب. أتمنى تجربوه، عليكم بألف عافية. وصلت وياكم للنهاية، مع السلامة.